السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص التعازي لأسر الضحايا من شهداء العملية الغادرة من العدوان السعودي. حقيقة مؤسف هذا الأمر أن يتحول الحليف إلى عدو، ولكن هذه ضريبة الدفاع عن الوطن تحملناها في سنوات طويلة وإحنا ماضين في هذا الطريق. حابة أقول لكم هذه المعلومات، وهي معلومات مهمة. أتمنى أن توصل وتتوسع على نطاق واسع. الوفد الذي ذهب إلى المملكة العربية السعودية تم أخذ هواتفه الشخصية، وكذلك وضعه تحت الإقامة الجبرية. هناك أخبار ومصادر في الرياض أبلغتنا، طبعا لاحظوا أنه مش كل الشعب السعودي هو النظام السعودي، هناك من هو أيضا سعودي شريف ووطني، وبالتالي بناء على الشرفاء اللي استطاعوا أنهم يوصلون هذه المعلومات، وصلتنا أخبار استخباراتية معلوماتية بأنه كانت هناك نية لإلقاء القبض على عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. هذا كان واحد من السيناريوهات. السيناريو الثاني أنه كانت هناك لديهم رغبة في تفجير طائرة الرئيس والوفد وإلصاق هذه التهمة بجماعة الحوثيين، على اعتبار بأنهم موجودين على مشارف الضالع لمحاولة اقتحام جديدة للأراضي الجنوبية. إحنا أمام هذا الوضع، وهذه هي الحقائق. إن لم يقولها لكم أحد من جانبنا الوطني، إحنا بنقولها لكم. هذا ما يحدث، وبالتالي رسالتنا للمملكة العربية السعودية نقول لهم الجنوب والقضية الجنوبية والمجلس الانتقالي وليس عيدروس الزبيدي، وبالضحايا اللي سقطوا في حضرموت والضحايا والشهداء اللي سقطوا اليوم في الضالع، والنوايا القادمة طبعا لاجتياح الجنوب وتسليمه للحوثيين أو للإخوان المسلمين، ما فرقش المسمى. إحنا بنحملكم المسؤولية القانونية الدولية على هذه الضحايا، وبنقوم بملاحقتكم قانونيا ودوليا. لا تعتقدوش إنه دم أبنائنا بيروح هدر وسدى، لأنه الموضوع ما عادوش موضوع إنكم حتاخدوا عيدروس الزبيدي وتقتلوه وبتصفوه. وبالتالي نحن نقول لكم الوفد الذي تم إرساله إلى الرياض ما هوش جمال خاشقجي عشان تقوموا بالقبض عليه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، أو يكون عندكم نوايا لتصفيته. وهذه الرسالة نوصلها للإخوة السعوديين، ما زلنا نقول الإخوة، تمام؟ وبالتالي من على المنابر الدولية ومن وسائل الإعلام ومن المنظمات الدولية توقعوا أن يظهر لكم 1000 عيدروس. انتبهوا من هذه النقطة. حتى الآن نحن نبحث عن الحوار، نبحث عن الحل والخروج من هذا المأزق الذي وضعتمونا فيه. إعادة داعش وإعادة الأخوان المسلمين وإعادة القاعدة إلى محافظة سيئون، والآن التخندق وتواجد الحوثيين على مشارف المناطق الحدودية في الضالع، هذا لا يعني إلا إن هناك عملية إدارة للأزمة وإدارة للحرب، وليس البحث عن عملية سلام وحل عادل لأبناء الجنوب. فإنه تصل الأمور إلى هذا الخط، فنحن نقول لكم اللي ما بيقدروش يعملوها أصحابنا في الداخل أو وهم في ضيافتكم المحترمة، حنعمله نحن في الخارج. إياكم الغلط، الوفد ليس جمال خاشقجي.